بعد مرور 18 الجوله تسجلوا عليه 21 هدف، يعني اكثر من هدف، معدل اكثر من هدف واحد في المباراه. الا شفنا حنا غير الفرق العشره الاوائل في البطوله، فالوداد عندهم اسوء خط دفاع، عندهم دخلوا عليهم 21 هدف. ما كنهضرش على الفرق الخمسه او السته الاخيره، ولكن كنتكلم على 9 او 10 الفرق الاولى في الترتيب. الوداد عندها اسوء خط دفاع على الاطلاق، 21 هدف اللي تلقاوها، واغلبيتهم اللي جينا نشوفهم راه كتكون اخطاء فرديه واخطاء في التمرير، اخطاء فادحه، وكاين تراجع كبير في مستوى مجموعه من اللاعبين اللي كانوا الامس القريب كيتعتبروا من الركائز الاساسيه ديال النادي. اللاعب يحيى جبران هذا الموسم يقدم اداء صراحه متوسط الى متواضع، اخطاء كثيره في التمركز، في التمرير. ماشي هو ذاك جبران اللي كان كيهز الوداد على كتافه ملي كتكون الفرقه طايحه كيف ما كنقولوا باللغه ديال الكوريه. اللاعب عبد الله حمود هذا الموسم هذا مازال كيراكم في الخطا تلو الاخر، اللاعب ما بقى كيقدم حتى شي حاجه للنادي بكل صراحه. اللاعب حمدو الهوني اللي كان في الترجي ماشي هو اللي جا الوداد بتاتا، دار شي مباريات في الاول شويه، ولكن ماشي هو ذاك اللاعب اللي كانوا كينتظروا الجماهير والمكونات ديال الوداد، ماشي ذاك اللاعب اللي كيقدم الاضافه. كاين تراجع في مستوى واحد مجموعه من العناصر اللي جينا ناخذوهم واحد بواحد. كاين واحد التراجع كبير، واحد لاشيوط عند مجموعه من العناصر. ملي كتكون عندك فرقه كيقولوا عندك خمسه ولا سته كلهم المستوى ديالهم بدا كينزل، ما يمكن لك الا توقع الكارثه. وهاد اللاعبين